مفدنا إلى تكريت حيدر شكور. حيدر أهلا بك. يعني كيف استقبلت القوات الأمنية في تكريت خطاب القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك ما هي آخر التطورات لديك؟ نعم إياد، قبل في تغطية المباشرة في نشرة الثامنة تحدثت أن هناك كان اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي مع قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لتقييم ما يجري على الأرض من تحشيدات عسكرية ومعنويات، وكذلك ما يدور وما هو المتطلب في هذا الموضوع للتغيير على الأرض من واقع عسكري. اتفقوا على أن تكون العملية العسكرية أن تبدأ بالعاشرة من مساء هذا اليوم، وتمت العملية بالتحديد في 10 مساء من خلال قصف جوي مكثف. اياد، وانا اتحدث معك الان اسمع اصوات الطائرات من الجو وهي تغطي سماء مدينة تكريت وتضرب اهداف منتخبة تم تحديدها من قبل قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي. نحن نتحدث الان ونستطيع ان نقول بان هناك تحديدات عسكرية متكاملة وصلت الى مدينة تكريت من خلال مدرعات ودبابات وكذلك ابطال جهاز مكافحة الارهاب. هذه القوة المنتخبة نستطيع أن نقول لديها باع طويل في هذه المعارك، خصوصا في حرب الشوارع. كما تعلم هي اشتركت في معركة الفلوجة الأولى ومعركة الفلوجة الثانية، إضافة إلى لواء الرد السريع، ويضاف لهم أبطال الشرطة الاتحادية الذين وصلوا بكثافة هنا إلى مدينة تكريت، وتم انتشار هذه القطاعات وفق المحاور التي تم تحديدها لاقتحام مدينة تكريت. حتى هذه اللحظة فقط هناك قصف جوي لبعض المناطق المنتخبة أو بعض التجمعات المنتخبة لمجاميع داعش الإرهابية، وستستمر هذه الطلعات حتى صباح غد وبعد غد إن شاء الله، ليتم تحديد وتحجيم قوة مجاميع داعش الإرهابية. ويضاف إلى كل هذا ستزحف القطاعات البرية نحو مدينة تكريت بعد أن يتم معالجة بعض المناطق التي تم تفخيخها، خصوصا تلك السواتر والخنادق التي تم اصطناعها من قبل مجاميع داعش الإرهابية لإيقاف زحف القطاعات الأمنية. الآن فقط نسمع أصوات الطائرات وأصوات الصواريخ وهي تقصف مجاميع داعش الإرهابية خصوصا في قلب مدينة تكريت التي يصعب على القطاعات البرية الدخول إليها ويسهل عملية الدخول إلى مدينة تكريت. إياد. طيب حيدر، ابقى معي لأنتقل